طيب الله أوقاتكم بكل خير. نشرة الأخبار من فضائية إريتريا، أصحابكم فيها شهاب الرأي والمسهل بهم وأبرز ما جاء فيها. إصابة 37 مواطنا بفيروس كورونا اليوم الخميس. القيام بجهود بناء لتوفير الأكسجين في مستشفى أوروتا للأطفال. تجميع ناجح لقرى قامجوا. وعلى الصعيد العالمي قتلى فيه جملة لمسلحين بشرق الكونغو الديمقراطية. إيطاليا تطالب بتوضيحات من الأمم المتحدة بشأن مقتل سفيرها في الكونغو. والاتحاد الأوروبي يطالب كاراكاس بالعودة عن قرار طرد سفيرته. مرحبا بكم. إعلان من وزارة الصحة. أعلنت وزارة الصحة بأن الفحوصات المخبرية التي أجريت اليوم 25 من فبراير في مراكز العزل في أقاليم القاش بركة وجنوب البحر الأحمر والأوسط وشمال البحر الأحمر أكدت إصابة 37 مواطن بفيروس كورونا، وأصيب 31 في إقليم القاش بركة، 22 منهم في أديبرة، و6 في بارنتو، و2 في شامبوكو، و1 في علي قدر. والمصابون البقية 4 منهم من إقليم جنوب البحر الأحمر، 3 في عصب، و1 في رحيتة، ومصاب 1 في أسمرة في الإقليم الأوسط، و1 في مصوع في إقليم شمال البحر الأحمر. في غضون ذلك شفي 52 مريض كورونا، 36 منهم من إقليم القاش بركة، و6 من إقليم جنوب البحر الأحمر، و6 من الإقليم الأوسط، و4 من إقليم شمال البحر الأحمر. وبهذا بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد حتى الآن 2826 شفي منها 2225، ووفاة 7 مرضى، ولا يزال 594 مصاب يتلقى الرعاية الصحية. وزارة الصحة 25 من فبراير 2021. قالت مدير مستشفى الأطفال في مستشفى أوروتا المرجعي ومديرية مدرسة الطب للدراسات العليا البروفيسور تسغريدا غابريهيوت، قالت أن الجهود المبذولة لتوفير خدمات الأكسجين في مستشفى الأطفال حققت نتائج مرضية. وأوضحت في مقابلة مع إيرنا أن مستشفى الأطفال يضم 6 أقسام لعلاج الأطفال حسب أعمارهم، حيث تم تبديل قنائن الأكسجين بمعدات حديثة تصنع الأكسجين من الهواء وتقوم بإيصاله عبر الأنابيب إلى عنابر الأطفال المرضى مباشرة. وذكرت البروفيسور تسغريدا غابريهيوت تقديم المستشفى الخدمات ل 24 ساعة، حيث استقبل العام الماضي 16,000 من الأطفال القادمين من مختلف أرجاء البلاد، مشيرة إلى أن مصاعب التنفس والتهاب المجاري البولية من أمراض الأطفال الشائعة. وبعد أن أوضحت بدء دراساته العليا من عام 2020، أشارت إلى أن الطلاب الناشطين في المستشفى حاليا مع المهنيين الآخرين الذين سيتخرجون عام 2022 سيتم توظيفهم في مستشفيات الأقاليم لحصول المواطنين على الخدمات الجيدة عن قرب وتخفيف الضغط على المستشفى المرجعي. وفي الختام قالت البروفيسور تسغريدا غابريهيوت إن الأطفال الذين لديهم أمراض مزمنة يتلقون الخدمات الصحية المجانية عن المدفوعات الإسمية التي يدفعها الأطفال الآخرين. ويسير مستشفى أوروتا للأطفال أنشطته ب21 مهنيا. ذكر سكان قامجوا في مديرية أفعبت أن تجميع القرى مهد لإرساء خدمات المياه والتعليم والصحة وساعد في التطور. ووضح السكان أن وضع الخريطة السكنية أسهم في بناء المؤسسات التجارية والمساكن، معربين عن ارتياحهم لوجود مشروع مياه يعمل بالطاقة الشمسية ومدارس حديثة للمراحل الثلاثة ومركز صحي يمتلك سيارة إسعاف مع إصلاح طريق مهممي أفعبت. وأشاروا إلى أن التنمية الزراعية وتربية أبقار الألبان واللحوم هي نتاج لتجميع القرى.
وقال مدير ضاحية قمجوة سيد محمود محمد إن عدد سكان قمجوة ارتفع من 120 فرد إلى 15 ألف في سنوات الاستقلال، مهيبا لتوسيع مشروع المياه لارتفاع عدد السكان وتخصيص حافلات مواصلات لوجود طريق ممهد وتقوية خدمات الكهرباء والاتصالات. ذكر سكان مدينة حقات بأن وضع الخريطة السكنية للمدينة عام 1993 أسهم كثيرا في تطورها. وأوضح السكان أن المدينة شهدت بموجب التخطيط بناء مستشفى عمومي و7 مدارس من رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية ومدرسة زراعية فنية وخدمات المياه والكهرباء والاتصالات والكثير من المرافق التجارية والمكاتب الإدارية. وطلب السكان لفتح فرع للبنك التجاري وضعا في الاعتبار ارتفاع تعداد السكان وسعة المدينة. المشاهدين الأفاضل، فاصل قصير ثم الأنباء على الصعيد العالمي. لقي ما لا يقل عن 13 شخصا مصرعهم في هجومين في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية الذي ضربه العنف، وذلك وفقا لمسؤولين محليين ومراقب. وقال بوزي سندياكو المسؤول الرئيسي عن منطقة روزونوري في مقاطعة كييف الشمالية إن الهجوم الذي شنه مقاتلو تحالف القوى الديمقراطية على قرية كيسيما في الليلة السابقة أسفر عن مقتل 11 شخصا وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية. وقال المتحدث باسم جيش جمهورية الكونغو الديمقراطية إن هجوما وقع دون أن يذكر عدد القتلى، فيما ألقي باللوم على ميليشيا القوات الديمقراطية المتحالفة في الهجمات في منطقة بيني بالقرب من الحدود الأوغندية. وفي هجوم منفصل قتل شخصان في مدينة أويشا الشمالية وفقا لرئيس البلدية نيكولاس كيوكو، كما أضاف أن مقاتلا من تحالف القوى الديمقراطية قتل أيضا. والوفاة الجديدة ترفع عدد المدنيين الذين قتلوا على أيدي الجماعات المسلحة في بيني منذ نوفمبر من عام 2019 إلى أكثر من 1010. طلبت إيطاليا من الأمم المتحدة فتح تحقيق وتقديم ردود واضحة بعد مقتل سفيرها في جمهورية الكونغو الديمقراطية في هجوم على موكب لبرنامج الأغذية العالمي الذي كان ينظم زيارة الدبلوماسي. وتوفي السفير لوكا أنا أتانزيو متأثرا بإصابته بالرصاص عندما كان في السيارة ضمن موكب برنامج الأغذية العالمي استهدف بكمين في إقليم شمال كييفو قرب الحدود مع رواندا. كما قتل أيضا حارسه الشخصي الإيطالي فيتوريو ياكوفاتشي والسائق الكونغولي لبرنامج الأغذية العالمي مصطفى ميلامبو. وأعلن وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو أمام النواب طلب بلاده رسميا من برنامج الأغذية العالمي والأمم المتحدة فتح التحقيق لتوضيح ملابسات ما حصل والأسباب التي تبرر الترتيبات الأمنية المستخدمة ومن يتحمل مسؤولية هذه القرارات. ويعتبر إقليم شمال كيفو من أخطر مناطق الكونغو الديمقراطية ويقع على تخوم محمية فيرونغا الوطنية، إلا أن مسؤولين في وكالات إنسانية أكدوا أن الطريق الذي كان يسلكه الموكب لا يتطلب حراسة. طلب الاتحاد الأوروبي حكومة فنزويلا بالعودة عن قرارها طرد سفيرته لدى كاراكاس الذي اتخذ ردا على فرض عقوبات أوروبية جديدة. وقالت ناطقة باسم وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل: نطالب السلطات الفنزويلية بالعودة عن هذا القرار الذي سيزيد من عزلة فنزويلا. وقالت الجمعية الوطنية الفنزويلية نصا يرفض العقوبات الأوروبية الجديدة ويحض رئيس الدولة على إعلان رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي في كاراكاس إيزابيل بيرلانتي بيدروسا شخصا غير مرقوبا به في فنزويلا. وأتت خطوة الجمعية العامة قضاة فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على 19 مسؤولا في نظام مادورو،
وذلك لدورهم في انتهاك الحقوق الانتخابية للمعارضة وحسن سير الديمقراطية في الجمعية الوطنية. وفي النبأ الأخير قالت شركة كانتاس الأسترالية للطيران إنها تراجعت عن هدفها المتمثل في استئناف السفر الدولي على نطاق واسع من أستراليا لمدة 4 أشهر حتى نهاية أكتوبر، حيث من المتوقع أن ينتهي برنامج التطعيم في البلاد. ووقف شركة الطيران أسطولها الدولي في مارس الماضي، وتعرقل تعافي المحلي بسبب إغلاق الحدود الحكومية، مما أدى إلى انخفاض بنسبة 75% في الإيرادات. قالت كانتاس إنها تحولت إلى 821 مليون دولار خسارة أساسية في النصف الأول قبل الضرائب، وهو الإجراء المالي الأكثر متابعة. وتقوم شركة الطيران بخفض ما لا يقل عن 8500 وظيفة وخفض التكاليف كجزء من خطة مدتها 3 سنوات للنجاة من أكبر أزمة طيران على الإطلاق. نهاية النشرة، شكرا لكم على حسن المتابعة.